السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بيقولوا عليه خبز بالون او الخبز المنفوخ. تعالوا نشوفوا الطريقة والمقادير. اول حاجة معانا نص كيلو دقيق، معلقة خميرة فورية، هما كانت معلقة في الباكو وانا حطيتهم بقى كلهم، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر او خميرة الحلويات، نص معلقتين سكر، نص معلقة صغيرة ملح. الملح هحطه في حتة تانية غير الخميرة زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى الخميرة مع السكر كده وانزل بالمية. نسيت احط الخل، هحط معلقة كبيرة خل. الخل ده اساسي في كل المعجنات، يعتبر محسن للعجين. وهحط معلقتين كبار زيت، وممكن تستغني عن الزيت. وهحط بقية كوباية المية، وهبدأ أعجن بالمعلقة كده، ألم العجينة بالمعلقة والخمر. الملح بقى هفضل أخده برضو وألفه بقى مع العجينة، وأعمل كل المكونات في بعض. وهحط نص كوباية مية. المفروض المية طلعت كتير شوية، الحبة الأخيرة دي ما كنتش حطيتهم اللي هما في الكوباية. وبعد كده هبدأ أعجنها بإيديا. وبعد بقى ما أعجنها بإيديا أغطيها، هحط لها شوية دقيق كمان. هغطيها بقى كده بكيس نايلون او ستريتش. هحطها لمدة ساعة، غطيها لمدة ساعة او ساعة الا ربع. مش هخلي العجينة تختمر اختمار كامل. هعجن بقى بايديا كده، هحس ان هي عايزة دقيق هحط لها حبة، وهتحتاج تاني بعد الخمر دقيق هحط لها شوية كمان، واعجنها بالدقيق. بعد كده بقى هتحطوا اللايك، واوعوا تنسوا اللايك لو سمحتم، واعملوا لي تعليق حلو كده زيكم، وشجعوني علشان انزل لكم فيديوهات حلوة، علشان التشجيع برضو بيخليني اجيب لكم حاجات مبتكرة اكتر. وقولوا لي رأيكم ايه في القناة، عجباكم ولا مش عجباكم. حطيت بقى حبة الدقيق اللي قلتلكوا عليهم، وان شاء الله هغطيه بقى بالكيس النايلون لمدة ساعة الا ربع. انا سبته ساعة الا ربع كده. والجو زي ما انتوا شايفين، كل سنة وانتوا طيبين. الجو بقى برد شوية غير الاول، فالعجين بياخد وقت. اهو عجين بقى اهو، مش بلزق في ايديا ولا اي حاجة. هغطيها، ممكن تحطي حبة زيت كده بس انا مرضتش احط زيت. هتخمر بقى بعد ساعة الا ربع او نص ساعة. هبدأ بقى اقطعها كده، اي يعني مش هشكلها طبعا لسه، هقطعها كده كويرات، لان العجينة دي انا هاخد منها للحواوشي. هتحتاج دقيق تاني. رحت حاطه بقى كده حوالي كبشة دقيق كده، زي نص كوباية تاني، وقعدت عجنتها كده زي ما انتوا شايفين، ولميتها وقطعتها كور. وهبدأ بقى اخد اول كورة هفردها، والتانية وبقية العجين انا هعمل بيه الغدا ان شاء الله. العيش بقى ده بيتعمل بيه سندوتشات زي ما انت يعني عايزة حبة. جبنات، تحطي كل الحشوات اللي انت عايزاها، جميل قوي. وما بيشربش زيت، خلي بالكم والله ما بيشربش زيت، ومن جوه بيبقى زي العيش الشامي. آه، هغطيها برضو، وهاخد كورة كده بقى دلوقتي وهفردها. هطلع بقى النشابة وكده على بال ما لميت. هفردها كده حوالي ملي او اقل. المهم متبقاش العجينة شفافة، لان العجينة دي هتتنفخ في الزيت، هي دي هتتقلى في الزيت. هنجيب طاسة بقى بعد ما بشكلها بقى مربعات، وهعملها دواير زي ما انتوا هتشوفوا. انتي اعملي الاشكال اللي انتي حباها، وتعملي اللايك. ربنا يهديكوا وتعملوا لي اللايك. بعد كده هحط بقى طاسة فيها زيت غزير، وبعد كده هبدأ انزل بالاشكال اللي انا عملتها في الزيت. بس هوطي النار
بعد ما انزل العجينة عشان العيش ما يتحمرش بسرعة. هو محتاج سرعة كبيرة علشان العيش ده بيتعمل بسرعة بسرعة بسرعة. لما ينزل الزيت ما بياخدش ثواني، فما تحطوهوش وتمشي، لا انت تحطيه وتفضلي تقلبي بالمعلقة عليه زيت، تفضلي تقلبي بالمعلقة زيت هتلاقيه اتنفخ معاكي. انا جبت بقى الصينية تاني اللي انا حطيت فيها العجين، نقلته في صينية تانية وهي مرشوشة كده، وهبدأ اقطع بالرول بقى الاشكال المربعات اللي انا هتشوفوها دلوقتي. هقطعها بقى كده مربعات صغيرة. اعملي المقاسات اللي انت عايزاها والاحجام اللي انت عايزاها، بس هي متتقطعش كبيرة قوي يعني. هقطع العجينة على 3 اجزاء. شايفينها مش رفيعة خالص، رفيعة بس مش رقيقة يعني زي الفطير. هنجيب العجينة برضو التانية، رش شوية دقيق عشان افرد بسرعة، والعجينة بتتفرد معايا برضو بسرعة اهو زي ما انتوا شايفين، وهي مرتاحتش على فكرة، بس وانا بفردها بقى كلها فقاقيع هوا. انا قطعتها دوائر صغيرة، انت ممكن تقطعها دوائر كبيرة شوية، بس دي حلوة يعني مش وحشة. هجيب بقى الطاسة فيها زيت. المشهد بتاع طاسة الزيت ده اتشال عشان كنت مسرعة الجزء بتاع الفيديو ده، اضطريت اعيد تاني تسجيل الصوت علشان ما شفتش المقطع بتاع الزيت. اهو المقطع ده كان مش موجود في الفيديو وده اساسي. رحت راجعة مسحاه تاني وبطأت الفيديو علشان يظهر المشهد، وبرضه اختفى منه نصه يعني. اول ما بتنزلي بيه في الزيت بتفضلي ترشي عليه زيت بالمعلقة ويتنفخ وتقلبيه على طول. شايفين ده شكله بعد ما طلع من الزيت؟ حطيته في المصفى الصراحة، وممكن تحطيه على مناديل ورق بتاعت مطبخ. شايفين من جوه ابيض وهش جوه خالص. ومتنسوش اللايك، واذا عجبتكم الطريقة اعملوها على ضمانتي، جميلة وهتعجبكم قوي. تكليب العسل، تكليب الجبن، زي ما انت حابة. شكرا للمتابعة، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم.